النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني من الدرس الاول في مجال الديجيتال ماركتنج. يمكن الجزء الاول احنا اتكلمنا فيه عن مفهوم الديجيتال ماركتنج، يعني ايه اصلا تسويق رقمي، وكمان عرفتك ايه هي الاقسام اللي موجوده جوه مجال الديجيتال ماركتنج. النهارده انا هاخدك للجزء الثاني وهنتكلم في الجزء الثاني عن ايه هي الوظائف اللي موجوده جوه المجال. يعني انا لما خبرتي تبقى مثلا سنة سنتين ثلاثة، هل هترقى؟ هل هكسب خبرة في المجال دوت تقدر تخليني ان انا وانا شغال اعلي من خبرتي واعلي من السالري بتاعي؟ ولا لا؟ وايه الوظائف اللي موجودة وكل واحد بيكون مسؤول عن ايه جوه الاقسام اللي احنا اتكلمنا عنها وهكذا. النهاردة فيديو مهم جدا، لان طبيعي اي مجال في الدنيا اي حد بياخد قرار انه يشتغل فيه بيبقى محتاج يعرف هو هيشتغل ايه جوه المجال دوت. انا عرفت خلاص ايه هو الديجيتال ماركتنج، عرفت ايه الاقسام بتاعته، لكن انا هيبقى دوري ايه جوه المجال؟ وده اللي هنتكلم فيه النهارده، فركز معايا جدا ويلا بينا وليتس جو. شوف يا سيدي، اول وظيفه في وظائف الديجيتال ماركتنج حاجه اسمها سوشيال ميديا انترن. طب يعني ايه سوشيال ميديا انترن؟ بص، ده الشخص اللي بيكون عنده باك جراوند في السوشيال ميديا ماركتنج، او ما عندوش بس ممكن يكون حابب يتعلم. هتلاقي في الحته دي شركات كتير بتقدم تدريبات في المجال. في شركات بتقدم تدريبات بمقابل مادي، وفي شركات هتلاقيها ما بتديش اي مقابل مادي. بس انا عايز اقول لك على نصيحه وحطها حلقه في ودنك. صدقني مش مهم في البدايه خالص الفلوس، على قد ما مهم تتعلم وتجمع خبره، لان في التدريب ده انت هتتعلم كل حاجه حرفيا وهتشتغل كل حاجه في المجال، فمش هيبقى ليك وظيفه محدده في الوقت ده. لكن لو بصيت على المرحله او المراحل اللي قدام اللي لسه هنتكلم عنها، وعرفت كل مرحله او الناس اللي بتشتغل في المراحل المتقدمه في المجال اللي مثلا بيبقى لهم من 2 ل3 سنين بيعملوا فلوس وارقام محترمه بشكل عامل ازاي، انت مش هتبص للفلوس في بدايتك خالص وانت بتتعلم المجال دوت وحابب تشتغل فيه. طيب ده كده اول حاجه، سوشيال ميديا انترن. طيب تاني وظيفه جوه المجال وهي سوشيال ميديا جونيور. طب يعني ايه سوشيال ميديا جونيور؟ ده بيكون شخص عنده خبره من 0 لسنه، يعني هو لسه بادئ لحد سنه، اوكي، في مجال السوشيال ميديا. طيب ده بيكون لسه في البدايه، ودايما بتلاقيه كده بيشتغل في وسط تيم، اوكي، ما بيشتغلش لوحده. طيب تالت وظيفه معانا وهي سوشيال ميديا سبيشاليست. طيب يعني ايه؟ ده بيكون بقى الليفل الاوسط من الخبره في مجال السوشيال ميديا ماركتنج، يعني بيبقى مثلا من حوالي سنه ل3 سنين. انا عايزك تركز في عدد السنين اللي احنا بنتكلم فيها دي عشان تعرف ان انت كل مرحله ممكن توصل لحد فين. ونخلي بالك هنا انا بتكلم برضو عن فكره اللي هو مش شرط انت تستنى ال3 سنين عشان خاطر تاخد الحته دي او توصل لها، ولكن انا بكلمك في متوسط عشان خاطر لو انت بتشتغل شغل زيك زي اي حد هيبقى هو ده التايم. لو حد مجتهد جدا ومريت بتجارب كتير جدا جدا جوه المجال، لا طبعا تقدر توصل لكل الليفلز اللي انا بتكلم فيها دي بدري بدري. طيب رابع وظيفه هنتكلم عنها وهي سوشيال ميديا مودريتور. يعني ايه يا محمود سوشيال ميديا مودريتور؟ ده حد بتكون خبرته من 0 الى ما لا نهايه، اوكي، بتكون كل شغلته ان هو بيرد على المسجات والكومنتات او التويتس على منصات السوشيال ميديا، اوكي. طيب الوظيفه اللي بعد كده وهي رقم 5 سوشيال ميديا سبيشاليست. الثانيه سوشيال ميديا سبيشاليست، رقم 3 دي سوشيال ميديا سبيشاليست، عشان خاطر بس ايه ما نخلطش الامور ببعضها. طيب ده حد بتكون خبرته بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم من سنتين. طب ده كل شغلته بتكون عباره عن ايه؟ انه بيعمل اعلانات لمحتوى الشركه على منصات السوشيال ميديا. الوظيفه اللي بعد كده ودي رقم 6 وهي سوشيال ميديا اكزيكتيف. طب يعني ايه؟ ده شخص اوكي، هو اللي بيعمل كل حاجه بايده حرفيا، وبيكون فوقيه مدير بيعلمه او بيديله تاسكات، وهو طبيعي جدا المدير ده بيكون اكتر منه خبره. طيب الوظيفه رقم 7 اللي بعد كده وهي سينيور سوشيال ميديا سبيشاليست، اوكي. طب ده بيكون دوره ايه؟ ده بيكون ليفل متقدم شويه في السوشيال ميديا ماركتنج، وغالبا بيكون في حد بيشتغل معاه جونيور او بيكون مشرف على تيم لكن مش مدير، وخبرته بتبدا من اكتر من 3 سنين لحد 5 سنين.
الوظيفه اللي بعد كده رقم 8 وهي سوشيال ميديا مانجر دايركتور. ده بقى بص احنا كده بدأنا ندخل على ليفل الوحش. ليفل الوحش في السوشيال ميديا ماركتنج ده بتكون خبرته اكتر من 5 سنين وبيدير فريق كامل حرفيا. عايز كمان اكلمك عن الوظيفه رقم 9 وهي سينيور كونتنت كرييتور. ده كاتب محتوى زي ما قلنا للسوشيال ميديا او المواقع او البلوجز، سواء متدرب او خبره، وبيكون عنده خلفيه كبيره عن الماركتنج، لان ده اصلا الاساس بتاع شغله. هو اساس شغله هو اصلا ان هو يكون عنده خبره كبيره جدا جدا في مجال الماركتنج وملم بكل حاجه فيه. طيب الخطوه اللي بعد كده هي كرييتيف دايركتور. بص كرييتيف دايركتور يعني ده نفس ليفل المانجر، اوكي، يعني هو في نفس الحته كده بتاعت المدير، بس ده خاص بالمحتوى والافكار اكتر، وساعات بيتسمى مانجر. امتى بيتسمى مانجر او امتى بنسميه مانجر؟ بنسميه مانجر في الوقت اللي بيكون عنده فريق، بس الفريق بتاعه هو ناس بتكتب محتوى، ناس هي خاصه بالكونتنت، اوكي، ناس ما وراهاش حاجه غير ان هي بتكتب محتوى او بيكتبوا اعلانات. طيب الاخر حاجه واخر ليفل ممكن توصل له وده ديجيتال ماركتنج مانجر. نفس سنين الخبره في الوظائف اللي فوق بالترتيب، يعني هو عدى على كل اللي احنا اتكلمنا عنه، بس الفرق ان الديجيتال غير السوشيال شويه. يعني ايه؟ انا اتفقت معاك ان السوشيال جزء من الديجيتال، لان في ناس بتبقى فاكره ان السوشيال هو الديجيتال. لا، هو السوشيال جزء من الديجيتال. عشان كده اللي بيشتغل ديجيتال بشكل كامل بيكون معاه بجانب السوشيال ناس في كل اقسام المجالات اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الاقسام، اوكي. بس برضو مش لازم يكون معاه كل الاقسام، على حسب الشركه طالبه ايه او محتاجه ايه في جوه الشركه، اوكي. على حسب الشركه محتاجه تيم بشكل عامل ازاي يكون عنده تاسكات او عنده حاجات بيعملها، فمش لازم كل الاقسام تكون مطلوبه في شركه واحده. لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تبقى فاهم ان الديجيتال هو السوشيال هو جزء من الديجيتال، مش الاثنين يعتبر واحد، لا ده جزء من ده. زي كده بالظبط ما السيلز هو جزء من الماركتنج، اوكي، لكن الاثنين مش واحد، تمام، ده جزء من المجال دوت. احنا كده خلصنا الوظائف، وانا مهتم جدا ان انا كنت اعرفك قبل ما تدب اي قلم او اي تركيز من وقتك في المجال ان انت تبقى عارف هو اصلا المجال عباره عن ايه، والمجال دوت ايه الاقسام اللي فيه وايه الوظائف اللي انت ممكن تشتغلها فيه. فانا كان بالنسبه لي مهم جدا ده. انا عايز منك ايه دلوقتي؟ انا عايزك تركز جدا جدا وتبقى عارف ايه الاقسام، لان ايه هو المجال اللي انت داخل عليه ده لازم تكون متحضر ليه نفسيا وذهنيا وكل حاجه. والمجال بسيط جدا، خلي بالك، مش صعب، ولكن هو هيبقى محتاج منك تركيز، تمام. طيب نصيحتي ليك بقى ان انت تراجع كل الكلام اللي احنا قلناه في الجزء الاول والجزء الثاني، واستناني في حلقه بعد بكره هنبدا نتكلم فيها هو انا بقى ازاي اقدر اطبق ده، وازاي اقدر اتعلم كل حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. لو رجعت للحلقه الاولى او الجزء الاول هتلاقيني كنت بتكلم معاك عن محتوى الكورس هيكون عباره عن ايه. صدقني انت محتاج تركز في كل حاجه في الكورس دوت عشان خاطر تقدر لما انا ان شاء الله باذن الله اساعدك في ان انت تترشح لشركه من ضمن الشركات اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنرشحك ليها عشان خاطر تقدر تشتغل معاهم باللي هتتعلمه معانا في الكورس، يبقى انت فعلا فعلا جدير بالشغل ده. انا مش هطول عليك اكتر من كده، بس استنى مني حلقه كمان بعد بكره ان شاء الله باذن الله تبقى الحلقه الثانيه، اوكي، او الدرس الثاني، عشان خاطر نبدا نتعلم التطبيق الفعلي للمجال وازاي المجال دوت بيتم تطبيقه على ارض الواقع. هطلب منك طلب، انت زي اخوي خلاص بقى، اوكي. لو ما عملت سبسكرايب للقناه لسه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان خاطر اي فيديو ينزل ليه علاقه بمجال السوشيال ميديا او سوري بمجال الديجيتال ماركتنج تبدا ان انت تشوفه وتعرفه على طول. وزي ما قلت لك منشن اي حد في الكومنتس لو حابب يتعلم من المجال، عشان خاطر لو سال بره هيلاقي ثمن الكورس غالي جدا. فهنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله ربنا قدرنا وان احنا بنقدر نقدمه بشكل مجاني. ده رقم 1. رقم 2، لو في اي حاجه عندك مش واضحه في اللي انا بتكلم فيه اكتب لي في الكومنتس عشان خاطر نبدا ان احنا من الاخر مش عايز اسقط منك حاجه او مش عايزك تسقط مني في النص، فانا عايز ان احنا نفضل كلنا ماشيين في نفس الطريق وكلنا نبقى لمين نفس المفاهيم اللي كلنا فاهمينها عشان خاطر ما تسقطش مني في النص.
ربنا يوفقك، كل سنه وانت طيب، والسلام عليكم.